والثانية من البديل بطل الخليج أيمن حسين يا نيبوشا، أيمن حسين يا يوفوفيتش، أيمن حسين يا أهلاوي. المرخية يعود من جديد. شوف عندما تمتلك لاعب بمواصفات أيمن حسين، عندما تمتلك لاعب بمواصفات هذا العراقي السفاح الجديد يحصل على ركلة جزاء. شوف إدريس من قاتل طيلة 90 دقيقة. نعم 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 نعم، حط يدك على راسك، هذه هي كرة القدم، خلك مصدوم، هذه هي كرة القدم. نعم يا صغيري، لا زلت لم تشاهد شيئا من عالم كرة القدم المجنونة يا أيمن حسين. في المقابل ركلة جزاء للمرخية بعد كل الذي فعل العميد الأهلاوي في مباراة اليوم. يعود المرخية في 4 دقائق، في غضون 4 دقائق يكرر ما فعل الأهلي طيلة 85 دقيقة، طيلة 85 دقيقة. هنا ركلة جزاء أيمن حسين على ذكرى البصرة، على ذكرى جذع النخلة، على ذكرى بطل الخليج العراقي يريد التسجيل، ولكن في المقابل حارس المرمى يزن نعيم يريد أن يتصدى ليبقي العميد متقدما بنتيجة المباراة. أيمن أم يزن؟ أيمن حسين غضبان أم يزن نعيم؟ أيمن غضبان أم يزن نعيم؟ المرخية يعدل، غضبان يا ساتر يا غضبان. والعودة في النتيجة بطل الخليج يعود بالمرخية إلى نقطة التعادل وإلى نتيجة التعادل يا نيبوشا. نعم، يكشر عن أنياب ذاك العراقي، يكشر عن أنياب نادي المرخية رفقة إدريس فتوحي وأيمن حسين. قذيفة أولى كانت من إدريس وقذيفة ثانية أتت من كركوك لتسكن شباك نادي الأهلي. 2-2. هو جاي بالفورمة، هو جاي ورايق ومبسوط ومعلي ومستانس وفرحان وبطل وذهب ليسجل هدف التعديل. الآن كرة بتمر الدقائق الأخيرة.